السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه اللي جد سهله وكتجي لذيذه، ما كتحتاج لا الفران لا حتى شي حاجه. فرحوا بها وليداتكم وعلاش لا ما ديروهاش حتى للضياف ديالكم. المقادير ديالها بسيطه ومتواجده في كل دار. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير فهنا غادي نحتاج اي بسكوي كيكون عندكم في الدار. انا اختاريت هنايا بسكوي على شكل دائري. غادي نحتاجو نصف لتر ديال عصير البرتقال، واحد ساشي ديال الفلان ديال الليمون. هنا سكر سنيده كيبقى على حسب الذوق، غادي ندير 2 معالق كبار. وغادي نحتاج النشا اولا مايزينا. فغادي ناخذ واحد الكاسرول باش غادي نحضر العصير ديال الليمون مع النشا. غنضيف السنيده وغادي نضيف الفلان كذلك، غنضيف النشا وغنديرو فوق البوطه على نار مهيله، ونبقى نحرك حتى كنحصل على خليط اللي كيكون شويه عاقد. بالطريقه فهنايا حضرت معكم الخليط اللي متكون من العصير ديال الليمون والمايزينا والفلان. فانا غادي نحتاج واحد الطبق اللي كيكون على هذا الشكل هذا زجاجي، نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتو. وعندي هنايا عصير ديال الليمون اللي غادي نبقى نحط فيه هذوك القطع ديال البسكوي وعاد نوضعهم في الطبق الزجاجي. فبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي مفصله ومشروحه بالتدقيق.
بعد ما كنوضعوها في الثلاجة كيكون هذا هو الطبق النهائي كما كتشوفوا. كيجي رائع، كتقدروا تذوقوه باش ما بغيتو من الفوق. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير، وعلاش لا ما تبارطاجيوش لا روسيت مع الاهل والاحباب ديالكم. خليتكم على خير، على بروشين فيديو ان شاء الله.